السلام عليكم. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هنعمل رز بلبن. هنعمل رز بلبن بالطريقه اللي هي الكريميه بقى، اللي هي بتاعت المحلات الشهيره اللي انتوا بقى عارفينها، بطريقه سهله جدا وبسيطه. فيا ريت اول مره يشوفني يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واشترك في القناه ويفعل الجرس. وقبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا ايه بقى؟ جبنا زي ما انتم شايفين، ده عباره عن كوبايه صغيره رز او اقل كمان. غسلناه كويس جدا 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 وحطيناه في الحله زي ما انتم شايفين، وبدأنا نجيب اللبن بتاعنا. لازم اللبن يا جماعة، في اللبن بالذات في الرز بلبن يكون لبن حليب اللي هو الجاموسي بتاعنا، علشان بيفرق في الطعم جدا جدا، لان بيبقى فيه كمية قشطة حلوة وبتدي طعم. وكمان احنا في الاخر هنضيف قطعة من القشطة. في نفس الوقت اللي احنا هنعمل فيه ان شاء الله الرز، هنعمل كمان صينية صغيرة رز معمر، لاني في ناس مش بيحبوا الرز بلبن، بيحبوه ناشف زي الرز المعمر كده. فاحنا هنعمل الاتنين في نفس الوقت، وده شعارنا طبعا زي ما انتوا عارفين، احنا بنعمل كذا حاجة واحنا واقفين. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، اول حاجة عملناها احنا جبنا الرز بتاعنا، حطيناه في الحلة زي ما انتوا شايفين. ده الرز اللي هو اللي باللبن، وحطينا عليه لتر مية وسبناه كده على نار هادية جدا جدا يستوي. وبعد كده هنشوف هنعمل فيه. هنا هنعمل بقى شوية الرز المعمر بتاعنا. حطينا معلقة زبدة ومعلقة سمنة، حطيناهم هنا في الصينية، وحطينا الرز بتاعنا. هنا هنعمل هنا الرز المعمر زي ما انا قلت لكم، الاتنين مع بعض واللبن شغال وكله تمام التمام، مفيش اي مشاكل عندنا. نشوحه بس تشويحة كده بسيطة، وبعد كده هنكمل. هنا شوحنا الرز مع السمنة وحطينا فانيليا عشان برضو تديله ريحة حلوة. تمام. وبعد كده هنضيف اللبن بتاعنا. بالنسبة للسكر بقى هنستنى شوية على السكر، يعني نخلي الاول الرز بتاعنا ياخد غلوة كده ويتشرب شوية، وبعد كده نضيف السكر بتاعنا. في نفس الوقت هنا الرز بلبن بتاعنا بعد ما حطيناه يستوي وحطيناه له ميه وحطينا له كوبايه لبن واحده بس، محطيناش سكر ولا حاجه علشان السكر بيتاخر شويه سوى الرز. فاحنا حطينا يا دوبك نص كوبايه لبن هنا، وهنكمل اللبن بتاع الرز بلبن مع الرز بقى في الاخر. التكه دي يا جماعه حلوه، بتخلي الرز خطير. اهو شفتوا بقى بنعمل الحاجتين مع بعض ازاي، وبنرضي في نفس الوقت جميع الاطراف. ممكن نزود ميه هنا عشان يستوي الرز. زي ما انتم شايفين كده الرز المعمر بتاعنا اهو خلاص. حطينا السكر وحطينا كل حاجه وبناخده غلوه الاول فوق البوتاجاز من فوق. يا جماعه قشطه وش اللبن، لما بنغلي اللبن نشيل من عليه القشطه لانه بيبقى تقيل والولاد مش بتعجبهم بيشيلوها يعني، فبنشيلها كده في طبق وبنستخدمها. نحط بقى زي ما انتم شايفين كده منها معلقتين على الرز المعمر، يخليه بقى رائع رائع، بيحمر الوش بقى جميل جدا جدا. والباقي ده هنحطه على
الرز بلبن. نقلب كويس عشان خلاص بقى هننقله للفرن. وصلنا للمرحلة دي هندخله بقى الفرن. ادي الرز المعمر بتاعنا حطيناه في الفرن يستوي بقى وياخد لون. حطينا السكر للرز اللبن بتاعنا ولسه بيستوي يا جماعه. لازم نسويه، يعني اقول لكم ايه، لازم يبقى مهري خالص خالص علشان يبقى دايب لما يجي يتاكل. وفي نفس الوقت الرز المعمر بتاعنا في الفرن اهو زي ما انتم شايفينه بيستوي مكمل سواه. بصوا يا حبايبي بقى الرز بلبن بتاعنا وصل للمرحله دي. حطينا اللبن وحطينا السكر كله تمام. بنسيبه بقى يا جماعه يستوي كويس جدا جدا، يعني درجه ان احنا يعني لو دوسنا على الرزايه نحس ان هي دايبه دوب خالص معانا. الخطوه اللي بعد كده ايه بقى؟ الخطوه اللي بعد كده هنضيف القشطه اللي انا لسه كنت قايله لكم عليها، اللي هي بتاعت وش اللبن، هنضيفها على الرز بتاعنا. هنضيف ايه تاني؟ هنضيف شويه اللبن اللي كنا راكنينهم، حطينا فيهم معلقتين نشا على البارد كده وبندوبه. وبعد كده برضو هنضيفه للرز بتاعنا. دي اخر مرحله في الرز بلبن بتاعنا اللي هي بنضيف النشا. وطبعا لازم نستنى ما يغلي علشان النشا بتاعنا يستوي، ما ينفعش ان احنا نطفي دلوقتي. استناه كده اهو، نقلب كده بالراحه لحد ما يبدا يعمل الشكل بتاع الغليان. طبعا حضراتكم عارفينه بيعمل فقاقيع كده من فوق علشان النشا يستوي. شايفين هو المنظر ده لسه برضو كده. برضو القشطه اللي احنا حطيناها ساحت يا جماعه. بقى جربوا الرز ده بقى وقولوا لي رايكم. خطير خطير، الا بقى لو تسيبوه يبرد في الاطباق وتدخلوه بقى ايه التلاجة. يا نهار ابيض على الجمال، ما اقولكوش احلى بقى من كل الاسامي اللي بيقولوا عليها. برضه خطير خطير خطير. وهنشوف كوبايه رز صغيره عملت لنا كميه قد ايه. كده يعتبر خلاص استوى. نطفي بقى عليه نحضر بقى ايه الاطباق اللي احنا هنصب فيها. ادي يا حبايبي الرز باللبن بتاعنا عملناه اهو، شايفين الجمال. وادي كمان الرز المعمر. ايه رايكم في الحلاوه والجمال؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملناه الاتنين مع بعض، هنرضي كل الاطراف. هيطلع ان شاء الله طعمه جميل جدا جدا ومميز. ياريت بقى نشترك في القناه ونفعل الجرس ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين اهو اهو اهو. يا ريت يا جماعه يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.